بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. أهلا وسهلا بكم في قناة السهم الثاقب. إن شاء الله نبدأ النهاردة نحلل سهم المصريين للإسكان. السهم ده أنا شايف من الأسهم اللي هي لسه ما خلصتش الصعود بتاعها، ولسه لسه بتحضر إن شاء الله لصعود قوي، وصعود إن شاء الله يعني ممكن يكون في ضعف السعر الحالي في السهم. احنا متوقعين في سيناريو كده في السهم ده إنه احنا إيه، ان احنا من هنا من عند القمة دي، فاحنا ماشيين في مثلث. يعني اعتقد كده والله اعلم احنا كده ماشيين في ايه، في مثلث. من هنا رقم واحد او ايه، بعد كده بي، سي. احنا حاليا بنعمل في الضلع اللي هو الضلع دي، وبعد كده هبوط سريع في الضلع بي. يبقى احنا كده خلصنا تصحيح في السهم ده. وبعد ما نخلص تصحيح في السهم ده بالمنظر ده، المفروض ان احنا يكون عندنا من الاماكن دي، يعني بعد ما نعمل الشكل ده يعني ايه، يعني احنا حاليا لسه في الضلع سي. عملنا اول ضلع في الضلع سي اللي هو ايه، اللي هو كان معانا كده، يعني الضلع دي اللي هو ماشي معانا كده، هبطنا. تمام. ممكن لسه هننزل شوية تاني ونبدأ نصعد كده بالشكل ده. تمام. وحتى ممكن ايه، يعني ممكن الترند الهابط ده نروح كده نخترقه سريعا، ونروح بعد كده وننزل تاني، نعمل كده ننزل شوية تاني. وبعد ما نخلص آخر ضلع في المثلث إن شاء الله هيكون عندنا اندفاع قوي بالمنظر ده في موجة قوية صاعدة. دي تبقى رقم واحد منها، بعد كده اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة. ويكون عندنا موجة تاني قوية، صاعدة قوية جدا إن شاء الله، وتعادل معانا يعني إيه، يعني ممكن إحنا ناخد نفس الصعود اللي هنا ده، يبقى عندنا نفسه بالظبط صعود تاني بالشكل ده من الناحية التانية. تمام. في السهم ده أنا شايف إن إيه، إن هو عمل قاع، يعني إن شاء الله السهم ده بنسبة كبيرة إحنا النزلة الأخيرة عملنا قاع فيه، ومش هنشوف أقل إن شاء الله من الأسعار اللي هي آخر سعر نزل ليه كان عن 339 يعني تقريبا، أو 340. ده ممكن يكون آخر سعر في السهم ده في الوقت الحالي، يعني آخر سعر نزل ليه 340. فأنا أتوقع كده والله أعلم إن ده آخر قاع معانا في السهم، وهنبدأ من هنا. يعني احنا كده لو فتحنا فريم 30 نص ساعة، فهنبص هنا تشوف إن السهم بدأ صعود خماسي بالشكل ده، وحاليا بيبدأ يصحح الصعود ده. فمتوقع إن لسه ممكن في شوية هبوط تاني، وممكن يوصلنا عند فين، عند رقم 364. يبقى احنا كده بنصحح الصعود اللي هو من هنا، بنعمل تصحيح للضلع الصاعد ده، وهنبدأ نهبط كده، وبعد كده يدينا ضلع تاني صاعد. تمام، عشان نكمل المثلث. وبعد كده يعني انا انصح برضو ايه، يعني ممكن تجني ربح في الطلعة اللي جاية شوية وتستنى برضو، او لو عايز ما تجنيش ربح، لو انت شاري من الاماكن دي ممكن ما تجنيش ربح. ربما ان السهم ما يكونش ماشي في مثلث اصلا، ويبدأ يخترق من هنا ويطلع. بس احنا بنتكلم ان احنا ايه، في الغالب احنا ماشيين في مثلث، يعني هنشوف حركة سعرية صاعدة قوية كده، وبعد كده تتبعها حركة هابطة قوية، وينزلنا كده تاني، يعني ايه، يدخلنا تاني جوه المثلث. وبعد كده نبدأ في اندفاع قوي من بعد ما ايه، ما نخلص آخر ضلع في المثلث. تمام. الفكرة يعني كان ايه، يعني ممكن برضو يكون مش ماشيين في مثلث، ماشيين في حاجة تاني، بس يعني ايه، يعني يكون ايه، احنا اصلا خلصنا تصحيح من هنا. يعني برضو ممكن نكون احنا ايه، خلصنا تصحيح من هنا اهو، كده خلصنا تصحيح. ودي بدأنا في رقم واحد، بس دي اعتقد يعني دي مش رقم واحد. الصعود من هنا ده، الصعود ده مش واحد، يعني ده هو ده مثلث، وهنا اتنين، وهنبدأ نخترق بسرعة كده، فاهمين؟ ففي كلا الأحوال يعني آه، اللي معاه السهم طبعا ممكن تحتفظ ومتبيعش أحسن. يعني ممكن تحتفظ. تمام. لو عمل الحركة دي، لو صعد زي كده، يعني لو هو صعد كده واحد
الضلع التاني بتاع المثلث لما يكمل هنا. اهم حاجة ان لو هو لو هو السيناريو ان هو مثلث، سيناريو المثلث ان هو فيه طلعة وبعد كده فيه نزلة سريعة وبعد كده فيه صعود قوي. تمام. ده لو هو مثلث. فشرط المثلث ان احنا يعني هنعمل طلعة بالشكل ده، يعني ده هو من هنا. شرط المثلث ان احنا هنعمل طلعة كده اهو، نطلع كده. اهم حاجة ان احنا مش هنعرف نخترق القمة دي يعني في الوقت الحالي او في الطلعة اللي هي اللي جاية دي، عشان نضمن ان هو سيناريو مثلث، ان احنا مش هنخترق القمة اللي هي عند اهو القمة دي 460. تمام. مش هنعرف نخترقها، يعني هنطلع بالشكل ده كده، واي رقم اقل من القمة دي وننزل سريعا شوية، بعد كده نطلع طلوع قوي. يعني طلعة كده، نطلع طلعة قوية، ننزل نزلة سريعة قوية، وبعد كده نطلع طلوع قوي بالشكل ده. تمام. فالأفضل لو حد شاري من القيعان دي اهو، فرصة ان انت عايز تزود، طالما احنا يعني السيناريو ده كله يفشل معانا امتى، عشان برضه نبقى واضحين في الصورة. السيناريو ده يفشل معانا لو احنا لو احنا كسرنا اللي هو 340، القاع الأخير 340. أي كسر في النزلة اللي احنا بننزلها دي، طالما احنا هنرد قبل القاع ده اهو، فاحنا كده ماشيين في السيناريو صحيح، والسيناريو ده مثلث. والسيناريو ده بعد كده ان شاء الله هيكون فيه صعود قوي، يعني يعادل نفس الصعود اللي هو من هنا. ممكن ناخد صعود تاني بالشكل ده، نفس قوة الصعود اللي كانت من هنا تدينا قوة في الصعود بالشكل ده. تمام. فده كان سهم المصريين للإسكان، وشكرا جزيلا.